بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عن صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع بن عبد يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر بن الخطاب خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، وجعل عمر يقول: الحمد لله، وجعل مولاه يقول: يا أمير المؤمنين، هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هو هذا. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول: بالهدى والسنة والقرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من الهداية إلى دينه الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على ما من به علينا من هذا الاجتماع وتكرره في هذه الدار الطيب أهلها، في هذه المدينة المباركة طنجة، عمرها الله بالإسلام والسنة وحافظها وحافظ أهلها. أشكر إخواني القيمين على هذه الدار على كرمهم وعلى حسن ظنهم بإخوانهم، وأشكر كل من كانت له يد في إقامة هذه الدورة. صلى الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفعنا بها جميعا. أيها الإخوة الكرام، من أعظم ما يشغل به العبد نفسه ويعمر به أيامه ولياليه بعد أداء الفرائض الاشتغال بالعلم الشرعي تعلما وتعليما ودعوة، لأن بالعلم الشرعي يعبد الله سبحانه وتعالى، وبه صلاح وقبول العمل، وبه صلاح أحوال العبد في دينه ودنياه، وبه صلاح البلاد. وإن مما يفرح القلب ما تراه من إقبال الشباب والشيوخ على مثل هذه المجالس، وكيف لا يفرح المؤمن بهذا، والعلم وطلبه وتحصيله ونشره من أعظم الجهاد، بل هو جهاد خاصة المؤمنين. صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فمرحبا بكم معاشر طلبة العلم، معاشر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم أيها الإخوة الكرام ورأيتم، فإن موضوع هذه المجالس الثلاث في هذه الدورة، المجالس الأولى، بعنوان من أمثال الحديث النبوي. ومن باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإن فضل اختيار هذا الموضوع بعد فضل الله سبحانه وتعالى يعود إلى الدكتور يوسف العالمي المروني جزاه الله خيرا. فقبل أيام، الأسبوع الماضي، ألقى أو شارك مع إخوانه في دورة بدار الحديث بمكناس بدروس بعنوان من أمثال القرآن الكريم، من أمثال
القرآن الكريم، فكان له دور في التنبيه على اختيار مثل هذه المواضيع. فلذلك اخترت أن يكون موضوع هذه المجالس في أمثال الحديث النبوي، فجزاه الله خيرا وكتب له أجره، والدال على الخير كفاعله. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم وأجل نعمة أكمل منحة امتن بها الله سبحانه وتعالى علينا بعثة عبده ورسوله محمد بن عبد الله القرشي عليه صلاة ربي وسلامه. يقول ربنا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول ربنا سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور. قال سبحانه: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. كلف ربنا سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان هذا القرآن الكريم وتبليغه للناس كافة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة أتم قيام وأحسنه وأكمله، ونصح للخلق وأرشدهم إلى الطريق الموصلة إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى، وحذرهم من سلوك سبل الغواية والخسران. فقامت به صلى الله عليه وسلم الحجة على الخلق، وتمت به نعمة الرب سبحانه على الخليقة. يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان بيانه صلى الله عليه وسلم وسنته كما لا يخفاكم وحيا من الله سبحانه جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه أرسله بالكتاب والسنة جميعا، كما قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي السنة كما أوتي القرآن الكريم، وأن الكتاب والسنة قرينان لا ينفصلان ولا يختلفان. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبذلك تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في الوعد الإلهي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا بد من حفظها أيضا كما حفظ القرآن، لأن بها البيان. ومن مظاهر العناية الربانية بهذه السنة النبوية على صاحبها أفضل وأزكى الصلاة وأتم تسليم أن هيأ لها رجال جهابذة علماء ربانيين من القرون الأولى المفضلة إلى يوم الناس هذا. هيأهم الرب سبحانه للذب عن هذه السنة وصيانتها وتقريبها للناس ونشرها بين العالمين، فبذلوا الغالي والنفيس، بذلوا مهج أعمارهم وبذلوا كل شيء في سبيل إيصال هذه السنة والحفاظ عليها.
ومن أوجه العناية التي نالتها السنة، وأوجه العناية بالسنة كثيرة جدا، ومن قرأ في الكتب التي اعتنت بالتأريخ للسنة النبوية ولعلوم الحديث يعلم صحة هذا القول، لأن هؤلاء الجلة عليهم الرحمة وحفظ الله الأحياء قد تنوعت جهودهم في خدمة هذه السنة. من تلك الأوجه ما اهتبل به جماعة من أهل العلم من جمع الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فمن أوائل من صنف في ذلك الحكيم الترمذي المتوفى سنة 85 و200، صنف كتاب الأمثال من الكتاب والسنة، جمع فيه الأمثال من الكتاب والسنة. وكذلك أبو الحسن علي بن سعيد العسكري المتوفى سنة 13 و300، صنف كتاب الأمثال النبوية، هذا خصصه للأمثال النبوية، جمع فيه 1000 مثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألف أيضا أبو عروبة الحسين بن محمد السلمي المتوفى سنة 18 و300 كتابه الأمثال والأوائل. ثم تلاه الرامة هرمزي المتوفى سنة 60 و300 في كتابه أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو الشيخ الأصفهاني في كتابه الأمثال في الحديث النبوي. ثم أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري في الأمثال النبوية إلى يوم الناس هذا. ومن أواخر من صنف في هذا الباب الشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وعلى علماء الإسلام جميعا. فقد ورد في ثبت مؤلفاته الذي جمعه الدكتور الشمراني ما نصه، وهو يسرد مؤلفات الشيخ رحمه الله، قال الأمثال النبوية تأليف، ليس تحقيقا، لأن الشيخ رحمة الله عليه عرف بأن له تحقيقات وله تآليف. فهذا الكتاب الأمثال النبوية هو من كتب الشيخ الألباني التي ألفها، جمع فيه 32 و100 مثل نبوي، 132 مثل من الأمثال النبوية، ولم يتمه، وإلى الآن لا يعرف أين هو. هذه من الآفات التي تحصل لجماعة من أهل العلم، أنه إذا توفي قد تسرق بعض كتبه وبعض مؤلفاته فيأخذها بعض الناس وقد ينسبها لنفسه وقد يبيعها. ومن الآفات أيضا وجود أبناء عاقين، بدل أن ينشروا علم آبائهم فإذا بهم يبيعون هذه الكتب ويتركونها للتجار. وهذا إن شاء الله الشيخ الألباني لم يكن من هذا الصنف، لكن هذا الكتاب قدر الله أنه إلى الآن لا يعرف مصيره. هذه نبذة عن بعض جهود أهل العلم في تأليف استقلالا في باب الأمثال النبوية، وإلا فهناك مؤلفات حوت هذا الموضوع، فيها هذا الموضوع، يذكرون أحاديث من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست خاصة بهذا الصنف، وإنما فيها علوم أخرى أو مواضيع أخرى من حديثه صلى الله عليه وسلم. عندما نقول الأمثال النبوية، الأمثال جمع مثل، والمثل والمثل من النظير والشبيه والمثيل، وهو ما يضرب مثلا لشيء فيجعل مثله، يقال مثل الشيء بالشيء
إذا سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله. والمثال هو وضع شيء ما ليحتدى به. تأتي عند حرفي تقول له أريد طاولة بهذا المثال، بهذه السعة وبهذا الطول وبهذا الارتفاع. أعطيته مثالا يحتدي به ويقتدي به ويصنع لك مثله. وتقول تمثل بالشيء إذا ضربه مثلا. هذه الأمثال أيها الإخوة الكرام لها أهمية ولها منزلة عند العرب. فكما يقول الماوردي رحمه الله تعالى: للأمثال من الكلام موقع في الأسماع وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها، لأن المعاني بها لائحة والشواهد بها واضحة والنفوس بها وامقة والقلوب بها واثقة والعقول لها موافقة. فلذلك يقول رحمه الله: فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز وجعلها من دلائل رسله وأوضح بها الحجة على خلقه، لأنها في العقول معقولة وفي القلوب مقبولة. إن هذه الأمثال لها وقع في النفوس ولها تأثير، فلذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ضربها للناس. يقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، وعلى فكرة يعني ابن القيم في أعلام الموقعين عقد فصلا في الأمثال، أمثال القرآن الكريم، وقد طبع مفردا ولكن هو أصله من أعلام الموقعين. حاول أن يجمع فيه هذه الأمثال القرآنية ويشرحها ويبين فيها ويبين شيئا من معانيها. يقول رحمه الله: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنه يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره. هذا الحرفي الذي تأتي وتطلب منه أن يصنع لك مثل هذه الطاولة وأعطيته المثال، عندما تعطيه المثال يكون أيسر له في صنع مثلها، بخلاف ما لو طلبت منه الشيء مجردا، أريد طاولة، لكن أنت ما أعطيته مثالا ليحتدي به. فهكذا هذه الأمثال. قال: فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير، ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق، أمر لا يجحده أحد ولا ينكره. هذه الأمثال أيها الإخوة الكرام من أعظم فوائدها وأغراضها هذا الذي ذكره ابن القيم قبله الماوردي من الإعانة على إدراك المعاني الذهنية المجردة. هذه المعاني تقربها للعقول بالمثال وتيسرها على الأفهام بهذا المثال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب الأمثال وأكثر من ضربها. يقول سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول ربنا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويقول: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويقول سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قال سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
وتلك الأمثال نضربها للناس لأجل انتفاعهم وتعليمهم، لأن هذه الأمثال من الطرق الموضحة للعلوم، لأنها تقرب هذه الأمور المعقولة بأمور محسوسة، بأمور مشاهدة، فيتضح المعنى المطلوب بسبب هذا المثال، وهذا فيه مصلحة للناس. ولكن ما يعقلها، ما يفهمها ويتدبرها ويطبق ما فيها وما ضربت لأجله وما يعقلها إلا العالمون، إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ مثلا من هذه الأمثال التي ذكرها الله في كتابه ولم يفقهه يبكي، يحزن ويصيبه من الغم والهم. هذه قلوب حية، إن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون، فهو لم يعقلها فعرف أن هذا أمر عظيم، أن لا يعقل عن الله ما ضربه للناس مثلا، نسأل الله العافية. هذا المدح للأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه أو ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا الحث على تدبرها وتعقلها والمدح لمن يعقلها، هذا دليل على أو الذي يصل إلى فهمها وتعقلها وتدبرها، هذا دليل على أنه ممن أراد الله به خيرا، ممن أراد الله به خيرا. والعكس بالعكس، فمن لم يعقل عن الله فنسأل الله السلامة والعافية. هذه الأمثال أيها الإخوة الكرام، لماذا الله عز وجل فخم من شأنها؟ انظروا تجدون أن الله عز وجل يضرب هذه الأمثال في الأمور العظيمة الكبار، وفي المطالب العالية والمسائل الجليلة. فلذلك أهل العلم يعرفون أن المسألة التي ضرب الله لها مثلا أعظم من غيرها، فيعتنون بتلك الأمثال ويحرصون على فهمها، ويبكون إذا لم يفهموها، ويحصل لهم من الغم والهم إذا لم يفقهوا عن الله تلك المسائل أو تلك الأمثال التي ضربها، فيبذلون كل جهدهم لفهم هذه الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا هذه الأهمية، أهمية هذه الأمثال، كان يكثر من ضرب الأمثال. أخبرنا عن أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وكان عليه الصلاة والسلام يضرب المثل بنفسه الشريفة، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، وأسند ضرب الأمثال إلى الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. إن لصاحبكم، في الحديث ورد إن لصاحبكم هذا على لسان الملائكة، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. وكان عليه الصلاة والسلام يتمثل بأمثال الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان عليه الصلاة والسلام يزيد هذه الأمثال، يزيدها توضيحا بإشارته، بحركات يده، بل ضرب بعض الأمثال ورسمها حتى يزيد للناس وييسر لهم فهم هذا المثل، كما في حديث طول الأمل، رسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا، وفيه بداية هذا الإنسان، وفيه أجله، وفيه أمله، وأمله أطول من أجله. لماذا كل هذه التيسيرات وهذا الاعتناء منه صلى الله عليه وسلم؟ ليعقل الناس وليتدبروا هذه الأمثال. من فوائد أيضا الأمثال وضربها الإقناع بالحق، بالترغيب فيه، والتحذير من الباطل
بالترهيب منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد منه الترهيب والتنفير من الحرص على المال والشرف. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا مثل أيضا أراد منه عليه الصلاة والسلام التنفير من الظلم. وهنا شوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم، عمم ولم يقيد. ما قال لك ظلم الرجل أو الزوج لزوجته، أو ظلم الأب لابنه، أو ظلم صاحب العمل للأجير. لا، قال لك الظلم يعم كل أنواع الظلم. وأيضا من فوائد الأمثال أنها تقرر الأحكام الشرعية، سيأتي معنا بعض ذلك. ومن أغراض الأمثال أيضا إقامة الحجة والبرهان. يعني هذه مقدمة القصد منها يعني نفقه ونفهم ما المقصود بهذا العنوان من الأمثال النبوية، أو من أمثال الحديث النبوي. نأخذ الحديث الأول. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وأخرجه فيش كنقولوا أخرجه البخاري الإطلاق على من يعود؟ أخرجه البخاري في الأدب المفرد، في الجامع الصحيح. فاش تسمع أهل العلم أطلقوا المقصود البخاري الصحيح. نعم. إذن أخرجه البخاري في مواضع في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وفي كتاب المظالم باب نصر المظلوم، وفي كتاب الأدب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن. هنا يقول أهل العلم المؤمن، هذه الألف واللام هي جنسية استغراقية، فالمراد جميع الأفراد. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان. معروف البنيان يشد، يعني يقوي بعضه بعضا بالتضام والالتحام. يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. شبك يعني أدخل أصابع اليمنى في اليسرى بين أصابع اليسرى، وأصابع اليسرى بين أصابع اليمنى. هذا هو التشبيك. هنا شوفوا، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل وأراد أن يقربه بحركة اليد، لأن عندما يتكلم الإنسان ويشير بيديه هذا يكون أوقع في نفس المخاطب. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في هذا الحديث، مثلا لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من الاجتماع والائتلاف والحب والتعاون. فشبه عليه الصلاة والسلام حال المؤمن مع أخيه المؤمن بالبنيان الواحد، ماشي مباني مختلفة متفرقة، بالبنيان الواحد الذي يعضد ويقوي بعضه بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان. الجملة الأولى هي خبرية لفظا ولكنها طلبية معنى.
أي ليكن المؤمن للمؤمن كالبنيان. هذا طلب، هو خبر في صورته ولكنه يراد منه الطلب، فجيء بالطلب على صورة الخبر تنبيها على أن هذا المطلوب هو الشأن الذي لا ينبغي أن يكون إلا إياه، تنبيها على أن هذا المطلوب هو الشأن الذي لا ينبغي أن يكون إلا إياه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون هي أن يكونوا كالبنيان، ولا ينبغي أبدا أن يكونوا على صفة أخرى. هذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. إذن فهذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم هو خبر ومعناه أمر، يعني كأنه يقول لكم أو يقول لنا أيها المؤمنون كونوا لبعضكم بعضا كالبنيان. ثم قال عليه الصلاة والسلام الجملة الثانية يشد بعضه بعضا. هذه جملة استئنافية لبيان وجه التشبيه بين حال المؤمنين بعضهم مع بعض وحال البنيان. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان؟ علاش شبه حال المؤمنين فيما بينهم، شبههم بالبنيان؟ هذا الحائط الذي أمامنا كيف ترونه؟ يعني واش غادي تلقى لبنة فوق ولبنة أسفل وعمود في الوسط، ولا اللبنات متداخلة متماسكة بحيث أنك لا يمكن أن تسحب لبنة إلا بالتأثير في الأخرى. هكذا الحال. لذلك أكد عليه الصلاة والسلام ذلك وشبك بين أصابعه. هذا الحديث قرر معنى الاتحاد الذي يجب أن يكون عليه المؤمنون، أكده وقرره على أكمل وجه في التصوير وأبلغه في التأثير. أنه صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين أو حال المؤمنين مع بعضهم بالبنيان. هذا وحده كاف في إفادة الاتحاد، ولكن زاد الأمر تأكيدا بالشد، قال يشد بعضه بعضا، وزاد الأمر تأكيدا بأن شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، فزاد على تصوير الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون، زاد بشيء محسوس. هذا كله ليبين لنا لزوم الاتحاد والاجتماع والتآلف وضرورته. انظر الآن إلى هذه البنيان التي أمامنا، تجد حجر فوق حجر، حجر كبير فوق حجر صغير، وهناك مواد تلتحم بها الحجارة. لو حطيتي يجرة فوق يجرة، لبنة فوق لبنة، تصبر أمام الريح؟ تصبر أمام العوامل؟ ما تصبر. لكن ماذا تفعل؟ يأتي هناك مواد أخرى حتى يتلاحم البناء فيصبح البناء كتلة واحدة. هذا البيت الذي الآن نحن فيه، هذا المكان، هذه الدار، نسأل الله أن يعمرها بطاعته، هي أيضا بنيان. تجد سقف، أبواب، نوافذ، هذه كلها قائمة بشكل عام هكذا، جزء يقيم جزءا، ولا يمكن أن تقوم إلا كاملة. فكذلك بنيان المؤمنين، لأنه يتكون من أفرادنا على اختلاف طبقاتنا، كبير جليل القدر له مكانة، صغير حقير له مكانة، كل له مكانة، عربي له مكانة، عجمي له مكانة، كل في مكانه، لا فرق بين عربي
ولا عجمي ولا أبيض ولا أسمر ولا أحمر، لا فرق إلا بالتقوى. لكن كل على ثغر يسده، فأنت تشعر بهذا الارتباط مع غيرك، ولا غنى لك أيها المسلم عن إخوانك. كل واحد منا يرى هذه التبعية وهذه الحاجة وهذه أنه جزء من إخوانه ومن أمته. فإذا أردنا أن نزيل جزءا من هذه الدار، هذا الحائط، ستسقط الدار. فكذلك نشعر عند ذهاب أحد الإخوان بالنقص، إن هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما شبك لماذا؟ حتى يبين لنا أن هذه الأعضاء، أعضاء اليدين، كل عضو يمسك بالأخرى، فتدخل هذه اليمنى في اليسرى وتدخل اليسرى في اليمنى، كل يرتبط بالآخر حتى تصبح كتلة واحدة وجسما واحد وقوة واحدة. فإذا شبكتها، شوف هذه الأصابع الآن عندك، كل أصبع لوحده قد تغلبه، قد تكسره، لكن إذا اجتمعت يصعب الكسر. فإذا اجتمعت اليدين جميعها يصعب أكثر الكسر. فكذلك حال المؤمنين. فالواجب على كل فرد من أفراد المؤمنين أن يكون لكل فرد أو يحس بأنه جزء من هذه الأمة، وأنه فرد منها، وأنه مكون لهذه الأمة. فنحس بإخواننا ونشعر شعورهم، ونفرح لفرحهم، ونحزن لحزنهم، لأننا نرى أننا جزء واحد لا يتجزأ. فيكون مجموع الأمة جسدا واحدا. وشوف المثل الآخر الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، أو مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك شوف، الشرع جاء بالحث على كل ما يقوي هذا الاجتماع وهذا التآلف وهذا التآزر وهذا التعاون، وجاء بالدعوة إلى ما يغرس ويزيد المحبة بين المؤمنين، وما يتم به التعاون على مصالح الدين والدنيا، ونهى عن كل ما يؤدي إلى التفرق والشحناء والبغضاء والتقاطع وتشتيت الكلمة. نصوص كثيرة. شوف، نعطيه مثال أو أمثلة. لماذا فرضت هذه الصلوات الخمس في المساجد ولم تفرض في البيت الرجال بالنسبة للرجال؟ لأن في اجتماع جماعة المسلمين 5 مرات، اجتماعهم في مكان واحد، هذا فيه تآلف وتعارف. فإذا فقدت جارك تفقده الصلاة الأولى، الصلاة الثانية تبحث عنه، أين ذهب أبو فلان؟ ايش السبب؟ وش مريض؟ عنده مشكل؟ وعينه. لماذا شرعت صلاة العيدين؟ صلوات، مجموعة من الصلوات شرعت جماعة، لم تشرع مفردة بل شرعت جماعة. مسائل كثيرة. النجوى، لماذا حرم الله النجوى؟ لماذا؟ حتى لا يحصل شنآن وبغضاء
وفرقة، لأنك قد تسيء الظن بإخوانك وتقول ربما يتكلمون عليه. لماذا حرمت الغيبة والنميمة؟ لماذا؟ كثير من الأحكام عند النظر فيها تجد أنها تصب في هذا المصب من أجل جمع كلمة المسلمين والتأليف بينهم. صلى الله عز وجل أن يحقق للمسلمين هذا الأصل العظيم، وهو اجتماع الكلمة والتأليف بين القلوب، وأن يجعلنا يدا واحدة على من ناوأنا وعادانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي معنى هذا الحديث الذي هو المثل الأول، شكون اللي فكرنا بالحديث؟ إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم، جزاك الله خير. وشبك بين أصابعه أو أصابعه صلى الله عليه وسلم. في معنى هذا الحديث قول الله عز وجل، شكون اللي يعطينا شي آية في هذا الصدد؟ إنما المؤمنون إخوة. جزاكم الله خيرا. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه من الآيات التي في نفس موضوع الحديث. هذا الحديث الأول وهذا المثل النبوي الأول نأخذ فوائد منه. أولا، أهمية الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الحث على الاجتماع والائتلاف. ثانيا، من الفوائد التي نستفيدها أن اجتماع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم لا يكون، هذه سنة الله عز وجل وشرعه، لا يكون إلا بالتوحيد والسنة. فمن رام طريقا لاجتماع الكلمة توحيد صف المسلمين غير الكتاب والسنة وغير سبيل التوحيد والسنة فليبشر بالخسارة والإثم، لأنه لا توحيد لنا معاشر المسلمين إلا بالتوحيد، ولا اجتماع لكلمتنا إلا على السنة. فمن رام طريقا غير الكتاب والسنة والتوحيد والسنة فوالله لن تجتمع له الكلمة. ونحن ننظر في الجهود التي بذلت من بعض الناس في التوحيد بين السنة والشيعة. لا يمكن أن نجمع بين الباطل والحق، تجمع بين الماء والنار، هذا لا يمكن. فباءت جهودهم التي بذلوا فيها أموالا وأوقاتا وأمور باءت بالفحشاء، لا يمكن. فالتوحيد، توحيد الكلمة، لا يكون إلا على التوحيد ولا يكون إلا على السنة، أما خلاف ذلك فوالله لن تجتمع الكلمة. أيضا من فوائد هذا الحديث في تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لما شبك بين أصابع يديه. هذه طريقة تربوية نافعة ينبغي أن نستفيدها وأن نطبقها ونفعلها في صفوفنا مع أبنائنا وإخواننا، الأستاذ في قسمه، أو حتى أنت عندما تريد أن تنصح والديك، رجل كبير في السن تنصحه، هذه طريقة يفهم بها. ربما قد لا يفهم بعض العبارات، تجيه شوية صعيبة تكون عربية فلا يستوعبها، لكن إذا طبقت حاولت أن تقرب له المعلومة بيديك بإشارة، هذا من أعظم أو من أنجح الطرق التربوية. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين القول إن المؤمن للمؤمن كالبنيان وبين الفعل لما شبك، قال وأعطى مثالا فجمع بين القول والفعل. وفي هذا أيضا لما نقول القول والفعل فيه أنك تحاول بكل الطرق أن توصل المعلومة إلى المتلقي. إذا ما فهمش بالكلام تفهمه بالفعل. تركع، تقول له إذا أردت أن تركع فلا بد أن تبسط يديك وتبسط مرافقك وتبسط ظهرك
كيفاش كيسمع وتبسط ما فهمش فتطبق له عمليا، فيكون ذلك أدعى للفهم. أيضا في هذا الحديث وبهذه الفائدة أو بهذه الفائدة أختم، التنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع أخيه. عموما كيفاش خصنا نكونوا المؤمن مع أخيه؟ إن المؤمن للمؤمن كالبنيان مثل الجسد، إذا تداعى يعني عضو من أعضائه أو إذا اشتكى عضو من أعضائه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحالة العامة. ويتأكد الأمر في المؤمن الضعيف. لما يضعف إيمان أخيك، وكلنا يقع منا ذلك، ما بين مستقل ومستكثر، نسأل الله أن يسمح يغفر لنا ويتجاوز عنا. لما يضعف أخوك ويفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويقع منه ما يقع ويزل ويستغويه الشيطان تغويه النفس الأمارة بالسوء، فهو الآن في أشد الحاجة إليك، إلى دعمك ووقوفك معه ومؤازرتك وتقويته. وأنت المؤمن الآن، المؤمن القوي، علاش النبي صلى الله عليه وسلم مدحك؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. مدحك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنك الآن تقوم بهذا الدور، أنك تقف مع أخيك، بخلاف الذي إذا رأى أخاه قد زل أو أخطأ أو ضعف يرحمك الله يفرح. هذا الذي يفرح. إلى عطستي أحمد الله وجهر بها باش هادو كلهم يشمتوك. يلا نسمعوا يرحمك الله، حفظك الله، الله يبارك فيك ولدي. فأقول حفظكم الله، هذا الأخ، هذا المؤمن إذا ضعف فالواجب أن نقف معه وأن نؤازره وأن لا نكون عونا للشيطان عليه. لا يفرح المؤمن بزلة أخيه ولا يشمت به إذا ضعف، بل يقف معه ويعينه ويؤازره ويصبر على أخيه. لأن المؤمنون ليسوا على مستوى واحد في الإيمان، يختلف. ليس الإيمان في درجة واحدة، وإنما يزيد وينقص. فإذا كان أخوك في ضعف فأعنه ولا تعن الشيطان عليه. وتذكر قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت الآن يحتاج إلى إعانتك، يحتاج إلى وقوفك معه، فإذا لم تقف معه في هذه الحال فبئس الأخوات. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه وأن يصلح لنا أحوالنا وأن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.